احنا عايزين نزود الريتش جامد قوي. بسيطة، احنا ننزل بوستس كتير جدا فالكونتنت بتاعنا يبقى اكتر، فالناس تشوفنا اكتر. فكرة عبقرية. احنا ننزل بوستس قليلة قوي فنوحش الناس، فلما ننزل بوست يطرقع والناس كلها تشوفنا وريتش يعلى. الواقع والحقيقة بقى هو لا ده ولا ده. في البداية كل بلاتفورم مختلف عن التاني، وكل نيتش كمان مختلف عن التاني، والاكونت بتاعك لسه جديد ولا بقاله كتير برضو بيختلف. بس خلينا نتفق على شوية بوينتس مش هيختلف عليها اتنين، وهي ان البوستز الكتير اللي انت بتنزلها دي مش هتوصلك لأي حاجة. بالعكس، انت بتعمل حاجة كده اسمها اوفر شيرنج او اوفر بوستنج، يعني بتنزل بوستس كتير قوي وبتسبب لك حاجة اسمها content cannibalization. يعني ان بدل ما الكونتنت بتاعك ينافس الكونتنت بتاع المنافس، هما بينافسوا بعض، فالكونتنت بتاعك بيتحرق. وان انت تنزل كونتنت قليل قوي ده بيوصل الاكونت بتاعك لحاجة شبه الفريز كده، هيخليك ان انت لما ترجع تبوست تاني تاخد شوية وقت علشان ترجع ان انت تظبط الريتش اللي كنت عليه وتوصل للريتش احسن. وعشان بقى تستفاد اقصى استفادة من الكونتنت اللي انت بتنزله، نوع ما بين الريلز وما بين الكارسل وما بين البوستز الاستاتيك العادية، وكمان اهتم بالكواليتي اكتر من الكوانتي، وما تنساش اهم حاجة، الاستمرارية.